اللي هيحصل لو العركة قامت بين أمريكا والصين مثلا؟ وهل القوة العسكرية هي اللي بتكسب، ولا القدرة المالية، ولا التفوق الذهني، ولا تطور سلاح الدفاع الجوي أو سلاح الطيران مثلا؟ أهلا بيكم، أنا علي عبد الخالق، وفي الحلقة دي هجاوبك على سؤال: إزاي أمريكا بتحاول توفر لنفسها أقوى وأأمن سلاح دفاع جوي في العالم بل وفي تاريخ البشرية كله. باختصار شديد كده، الصين عندها نوع صواريخ اسمه فرد صوتية، ودي أسرع من الصوت ب5 أضعاف، يعني ب25 مرة. وده هيخلي الصين تمسح حملات الطيارات الامريكيه في اول تلت ساعه من العركه بس. هتقول لي طب الدفاع الجوي الامريكي قوي، اقول لك ما انا قلت لك الصواريخ دي اسرع من الصوت، يعني لحد دلوقتي مفيش نظام دفاع جوي يقدر يلحقها، والبنتاجون الامريكي نفسه عارف كده كويس، يعني انت مش هتخاف عليهم اكتر منه. وكل التقديرات العسكريه في اخر 15 سنه كانت بتقول ان الصين دايما بتكسب امريكا، عشان كده الامريكان شغالين على خطه عسكريه دفاعيه جديده ممكن تتغلب على مشكله النوع ده وغيره من الصواريخ، القبه الذهبيه الامريكيه. وده نظام دفاع جوي امريكي فضائي بيستخدم مئات الاقمار الصناعيه المسلحه عشان يراقب الصواريخ من بره ويرصدها ويضربها قبل ما توصل للمجال الامريكي. امال انت مفكر ايه؟ دي امريكا يا عم. حتى الصواريخ اللي بتطير خارج الغلاف الجوي عشان ما تطلعش من الرادارات هتتجاب برضه. طب ليه امريكا ما نفذتش ده لحد دلوقتي؟ المشروع ده ببساطه هيتكلف حوالي 175 مليار دولار. انت متخيل الرقم؟ لا ده الرقم تقريبي كمان، لكن الرقم الفعلي ممكن يوصل لحوالي 550 مليار دولار. لا ده ممكن كمان تتجاوز التريليون دولار، وده حسب مكتب الميزانية بالكونجرس. وبعيدا عن التكلفة كمان المشروع ممكن تقابله مشاكل تانية، زي ان التكنولوجيا بتاعته لسه تحت الدراسة، وده حسب الجمعية الفيزيائية الامريكية اللي قالت ان النظام ده هيحتاج حوالي 400 قمر صناعي شايل صواريخ اعتراضية عشان يقدر تغطي اكبر مساحة دفاعية على الكوكب، وعشان النظام يكون مؤهل لصد صاروخ واحد من كوريا الشمالية من طراز هواسونج 15. طب يا عم الحاج القمر بكام؟ القمر؟ لا مش قصدي القمر بلغة الحريم، انا قصدي القمر الصناعي العسكري. القمر الواحد زي ما تقول كده يعمل له حوالي 250 مليون دولار. اما موقف الصين فاخد شكلين: الشكل الاول في اختبارات رسميه اعربوا فيها عن تأزمهم وانزعاجهم من انانيه امريكا والهوس اللي عندها في تحقيق امنها على حساب الاخرين، والشكل الثاني كان من خلال نشر تقارير عن سلاح شبحي عنده القدره على التخفي من اجهزه الاستشعار الحراريه والموجات الدقيقه والراداريه، والاقمار الصناعيه نفسها مش تقدر ترصدها او تضربها. السؤال هنا بقى، هل امريكا فعلا هتقدر تنفذ المشروع ده بالحجم ده وبالتكنولوجيا والتكلفه دي؟ طب الحاج ابو حنان لو قرر تنفيذه هيجيب الفلوس منين؟